طب تمام، تعالى كده اثبت لك يا قلب اخوك ان النسخة دي على النسخة تفتح معاك بالواجهة اللطيفة دي. تمام، طبعا انت بقى ما تستعجلش، عايزك تكمل الفيديو لحد الاخر عشان تعرف الباسورد بتاع النسخة. تمام، وطريقة التحميل انت اكيد مش اول مرة تشوف القناة، ولو اي حد جديد لسه شايف الفيديو ده، شوف اي فيديو قبل الفيديو ده هتعرف ازاي تحمل عامة من اللينك اللي انا سيبلك تحت في الديسكريبشن بتاع الفيديو، يعني الوصف بتاع الفيديو. تمام، اهم حاجه بقى يلا كده زي ما قلت لك تنزل تشترك يلا واعمل لايك للفيديو وشجعني كده عشان بص افضل مستمر في محتوى ده. خلصانه؟ بص كده يا صاحبي، النسخه تفتح معاك بالواجهه اللطيفه دي زي ما قلت لك. تمام، لو جينا نضغط هنا على الثلاث نقط دي هيقولك دوس هنا يا واد اعمل روم، لم في البهايم، اعمل بي سي، لم في الخنازير، افتح ويب لضرب الاخصام، ودي المسجات اللطيفه، ودي الاعدادات العاديه. تعال نخش كده على الاعدادات العاديه الاول. دوس هنا على الحساب، النسخه كلها متعربه قدامك، مفيش حاجه في الباقي انجليش. تمام، والنسخة كلها حرفيا بص، يعني انا بندب اي حد بيها في مجالك. تمام، كل النسخة قدامك اهي. تعال نشوف الابوت. الابوت قدامك اهي، النسخة اصدار جديد مش متمددة ولا اي حاجة. تمام، نرجع كده ندوس كده مثلا عليها يا صاحبي هنا كده، دي كده مسج لنمبر مكسل تسيفه، يعني الرقم انت مكسل تسجله، وده راستر واتس تايجر، ودي خصوصية نسخة تايجر. تمام، تيجي نخش كده على الخصوصية دي، الخاصية نسخة تايجر، اخفاء انك متصل، اخفاء عادية التوجيه، كل ده. تمام، يلا اللي بعده. ده لو انت عايز تقفل الواتساب بباسورد، عشان طبعا في ناس كده بص ارخم من حياتي انا شخصيا. تمام دي بعدها قسم زر الفيروس، ده عشان ما تنكش الكونكت الجديد، عشان ما تنكش ما ترمي الكونكت، كلها حرفيا حاجات جمدان. وده كده فاصل الرومات عن الشتات. تمام كده انا كده فعلته. تمام، وده كده اخفاء الاسم والتاريخ، لو انت عايز ايه تنسخ الرسالة من غير الاسم والتاريخ وده كله. ودي يظهر النغمات لو انت عايز تعمل ايه النغمات بتاعة النسخة. تمام تمام، يلا. وده كده فيروس ايفون عشان العيال بتبقى فيها فيروس ايفون والكلام ده كله. تمام، يلا اللي بعده كده يا صاحبي، النسخ الاحتياطي والاستعداد عشان تركب ملف السرعة، وده متصفح جوجل. اهم حاجة يعني بص استخدم النسخة كده صح، ماشي يعني عارفك عيل وسخ، هتدوس كده على المتصفح يفتح معاك كده، المتصفح شغال وكل حاجة. يلا اللي بعده، ده موقع افلام اجنبية وافلام عربي، يعني بص حاجة جمدان، اضغط كده على ده يدخلك على الموقع. تمام، طبعا انا مش هخش عليه عشان النت معايا ضعيف، بس هو شغال وكل حاجة، جرب بنفسك. ودي التحكم في اشكال الواجهة، دي خطوط النسخة، تغيير شكل الانتري اللي هو اللي بيبقى في قلب الشاشة انت بتكتب في قلبيه، وده تغيير شكل الانتري التاني، كل حاجة شغالة قدام عينيك. تمام، دي تغيير شكل الواجهة يا برو، معاك 3 واجهات، ودي الاسطر بتاع النسخة، معاك 8 اسطر بحالهم. تمام، ودي التحكم في الباك جراوند، دي كده لو انت عايز تغير التيب اللي هي الكتابة بتاع الباك جراوند، ودي لو انت كده عايز تغير الصورة تحط صورة في قلب الستيت. تمام، يلا اللي بعده كده، ودي تغيير شكل الشات يا برو. تمام،
بالكامل، ودي تغيير الشكل البرايفت، ودي تغيير الشكل الاعدادات بالكامل اللي هي الاعدادات العاديه. تعالى مثلا نختار ده كده، ودي افكتات النسخه. تعالى كده نختار نفعلها كده، انا مفعلها بقى. تعال نخليها فلاي دي مثلا، فلاي دي جامده، انا بحب الفلاي دي تمام. ودي تغيير شكل الشات، ودي افكتات النسخه، ودي تغيير الكلام بتاع الواجهه اللي انا وريتهولك في اول النسخه ده. تعال نختار كده مثلا الواجهه دي كده يا برو. في قناه انا عايزك تنزل تشترك، تخش تشترك فيها وتقدر بجد، القناه دي هتعجبك، بتاعت اخويا ريبل تيتو، القناه بتاع رياكت، بجد انت هتخش هتموت ضحك. اي بص يا قلب اخوك، القناه دي هي، تعال نخش كده على القناه. في الفيديو بس كده دي عشان النت عندنا عارف انه يبقى ضعيف عمال ما يخش على القناه تمام. زي ما قلت لك الباسورد 658. هنقول تاني 6 5، او 6 5 8. ابص فخدك ما تنساش تقولي تحت في قلب الكومنتات انت معرفتش تفتح النسخه. او بص يا قلب اخوك، هتخش كده على القناه دي، هسيب لك اللينك بتاعها في قلب الديسكريبشن. بالله عليك خش قدره واشترك في القناه، عشان بجد ده اكتر اخ يعتبر ليا في قلب المجال، الوحيد اللي سالك فاهم، يعني الوحيد اللي ما عملش معاه حركه وحشه. هو اكتر من اخ بجد، وكل شهر بنعمل نسخه مع بعضينا تمام. هتشترك كده معاه في قلب القناه، وتخش تكتب له تحت في قلب الكومنتات ان انت تابعي، قول له تبع تايجر، او اعمل هاشتاج جيش تايجر، بس كده خلص يا قلب